بعد اداء تخيلنا ان مستحيل يبقى فيه افضل منه قدام الحرس اول الاسبوع ده، دخل ماتشنا مع الاتحاد في الاسكندريه موسوعه جينيس للارقام القياسيه لاكتر عدد ممكن يكون من الناس قاعد قدام شاشه وعمال بيفرك عينيه من كتر ما هو مش مصدق اللي بيحصل قدامه. شركة دراويش للألعاب البرازيلية كمل التوغ دي أليكس قدام الاتحاد السكندري على أرضه من دقيقة 1 للدقيقة 90. عايز الصراحة ولا عايز كذب ونفخ فاضي؟ الصراحة إن إحنا بعد ماتش الحرس ب4-0 على أرض الحرس في استاد الماكس قلنا إن إحنا لو بنفس الأداء بس كسبنا 1-2 المهم بس نعدي بنفس الأداء حتى لو مش هنكسب أساسا هنبقى فرحانين، لكن بأداء أعلى كمان من ماتش الحرس نكسب مش بجول ولا 2 لا ب5-0. قلنا صباح الفل ده احنا الليله ليلتنا. ميدو الهجومي احسن 1000 مره من ميدو الدفاعي بعد ما لقى التوليفه اللي تشفع له كل انواع التجارب اللي كان بيجربها في التشكيله في بدايه الموسم ده. حسني عبد ربه قائد لخط وسط بيدعموا التالق الرائع بتاع عماد حمدي سواء دفاعيا او هجوميا، وجبرين يقدر يتطرف براحته زي ما هو عايز على الجنب، ما هو شيكابالا موجود تحت المهاجمين وبيصنع لهم فرص، وهجوم في لاعب اسمه مروان محسن جوكر يحرك اللي ما يتحركش دفاعيا وهجوميا، وعلى راسهم ايمانويل بناهيني سترايكر بيجيب اجوان، وكل دول بقى بيلعبوا مكان بعض. اشفقت على مالدينوف مدرب الاتحاد السكندري بعد اول 20 دقيقه شاف فيهم العجب والصيام في رجب. مدرب داخل يلعب فريق بلاعبين لهم مراكز محدده واذ به يفاجئ بالوينج اليمين راح شمال والمهاجم مدافع والمدافع بيوزع من على منطقه الجزاء المكان الوحيد اللي ما اتغيرش في الاسماعيلي في اول ثلث ساعه من المباراه كان مكان محمد عواد حارس المرمى. بالعوامل دي كلها مضاف عليها التركيز والرغبه في الفوز والجمل الفنيه اللي اتحققت ماتشين ورا بعض، وكان الماتش ده فيه جمل مختلفه عن الماتش اللي فات تماما ومفاجاه الخصم برده، ودي تستاهل تحيه من ميدو. حقق الاسماعيلي حاجه كانت غايبه عنه من ايام ما كنت انا في اولى اعدادي، احنا دلوقتي متخرجين كلنا. الدراويش لاول مره ما بيقلقش على النتيجه كام واثق الخطى يمشي ملكا، عارف هو عايز ايه وعارف الجون هيجي امتى، بس هو just enjoying the show. اللي جايه دي كانت اهم ايجابيات اكتساحنا للاتحاد السكندري على ارضه. رقم 1 احمد حسام ميدو، اسلوب اداره الفريق والتزامه بالدفع ناحيه الهجوم حتى مع التبديلات، وان التبديلات دي ذات نفسها تنزل تعمل زي ما عمل الاساسيين والفرق يكاد لا يذكر، ده شيء يستحق التحيه. الشخص الناجح في حياته عموما ما بيأجلش مجهود النهارده لبكره، لانه عارف ان بكره له شغله ومجهوده واسلوبه، والنهارده ده معمول عشان تستغل كل حاجه فيه. والاسماعيلي اتحول مع ميدو اخر اسبوعين لراجل ناجح قوي، يجيب اللي يجيبه في ماتش النهارده ويصحى يمسح باستيكه ويشتغل على بكره لوحده. الايجابيه الثانيه MSB مروان شيكا بناهيني. حضرتك فاكر اخر مره امتى كان الاسماعيلي عنده فيها مثلث في الهجوم بتاعه، في جوكر في صانع لعب وفي سترايكر هداف؟ والله يا باشا مش فاكر، ده كلام قديم، يا تانية اعدادي يا تالتة اعدادي في الرينج ده. في مباراه الاتحاد شفنا ده، شيكابالا بيصنع وبيزق نفسه بدنيا بيدافع لاثبات انه ما خلصش كوره، ويقدر يورينا شيكابالا تاني يمسح فيه كل يوم كل لحظه كل ثانيه كان فيها اخفاق او عدم التزام منه في حياته الكرويه. ومروان بيعمل اسيستات وبيرجع يدافع وبيرقص الخصم وبيرقص الجمهور اللي قاعد قدام التلفزيون ذات نفسه. وبناهيني بيضيع بس بيستمد الثقه من باقي المثلث وما بيفقدش الامل حتى ولو كان هيموت. توت 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 جمهور الدراويش مبسوط. جمهور الدراويش مبسوط فشخ، مش مبسوط بس مش مبسوط جدا. توت 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 جمهور الدراويش مبسوط جدا. الايجابيه الثالثه مصطفى محمود عفروتو، لما لعيب ينزل احتياطي قدامه نص شوط بس ويحاول كذا كوره ما ينجحش فيهم ويريح يقول لك خلاص مش مشكله فده عادي، لكن لما لعيب مع كل ده يصر على انه يسيب بصمته في الملعب لانه عارف انه لو ما سابش البصمه دي في الملعب في وسط اللعيبه الافزاز الاساسيين دول هو اللي هيتساب على الدكه، فده اسمه عفروتو. عفريت مجنون وههد الكون ولا 100 مليون يتحدوني. لا تقول جاكي شان وحفيد باتمان امريكا يابان ايه يا عيوني. عفريت مجنون وههد الكون ولا 100 مليون يتحدوني. الايجابيه الرابعه ورا محمد عواد، لما تبقى حارس مرمى الفريق مسيطر على الشوط الاول قلبا وقالبا ومخلصه بنتيجه واسعه، والشوط الثاني الفريق الخصمي يهاجمك ويحاول انه يرجع وانت تحبط العوده دي كلها بايد واحده. تكون عرضيه ارضيه عكسيه، تحضير من جديد، فرصه لا 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 روعه ايه متعه ايه. فانت حارس مستوعب مكانك ومستوعب التزامات المكان ده، حارس من الحراس القليلين قوي في مصر اللي عندهم عقليه ما فيهاش كلمه احنا لو كسبانين 5 وجه فيا جول هتحس بحاجه.
اي حد بيشجع الاسماعيلي من قبل الموسم ده، مش انضم له بس الموسم ده، هيبقى فيه جواه حاجه كده ما اتحركتش بقالها كتير، بقالها 5 سنين على الاقل. ماتش الاتحاد هناك في اسكندريه حرك الحاجه دي جواه. لكل الناس اللي اتحركت الحاجه دي جواهم زيي احب اقول لكم الف مبروك. فرحه ما حسيناهاش بقالنا كتير، وفرحه اعتقد انها تستمر على الاقل لحد ما الدوري يرجع. تقسيمه ملحمه الاسكندريه هي 10 دقائق لاصحاب الارض احبطوا بايد محمد عواد، و80 دقيقه ممتعين جدا للاسماعيلي. بصراحه كنت اتمنى ان الماتش يستمر لغايه تاني يوم، لغايه اسبوع، لغايه ما الدوري يرجع. بصراحه لو احنا لينا الحق كناس بتعمل البرنامج ده و3 مشجعين اسماعيلاويين عاديين ان احنا نطلب اي حاجه من مدرب الفريق بتاعنا، فهي انه يركز على اخطاء الدفاع في رحله تونس اللي احنا رايحينها. يمكن مستوى خط الوسط والهجوم الرائع اللي شفناه النهارده نسى كتير من المشجعين الغلطات الدفاعيه، بس الكوارث الدفاعيه اللي حصلت في الملعب دي اكيد المدرب اللي كان موجود قدامه وشافها بعينيه لايف مش هينساها. بصراحه مباراه تاريخيه بالنسبه للاسماعيلي بالمنظر ده، ما كانش ينفع تحط لها سلبيات، بس لما كان يبقى رد فعلنا كمشجعين اسماعيلاويه بنتفرج اول لما الكوره تروح للهجوم بتاعنا بالشكل ده. ده هجومنا يعني الكلام ده وربنا ما شفته من 2002 والله. ايه ده؟ واول ما الكوره تعدي كده ناحيه منطقه جزائنا يبقى رد فعلنا بالشكل ده. محمد الشعراوي يهدرها على مرتين. ليه يا النكد؟ سلام على أوباما. ليه النكد؟ وادي اللمسه ايه يا شوقي؟ جميله. يبقى اكيد في حاجه في الدفاع محتاجه تتظبط عشان على الاقل يوازن مستوى الهجوم، صح يا ميدو؟ اما عن اختيارنا لافضل لاعب في مباراه الاتحاد وعن سؤال الاسبوع المره دي، فانتم ملاحظين ان احنا لا عملنا ده ولا عملنا ده. من الاخر سؤال الاسبوع ده هو في رايكم مين افضل لاعب في الاسماعيلي من الجوله الاولى لغايه الجوله ال5 في الدوري، وتنصحوه بايه عشان يستمر على المستوى ده؟ ربنا يجعل ايامنا وايامكم كلها فرحه وعلى حب الدراويش باذن الله متجمعين، ولحد ما نشوف بعض المره الجايه، سلام عليكم. بعد الخسارة أمام الداخلية جاءت الصدمة وجاء الانقلاب. لا، كرة القدم مش كده. كرة القدم مش كده، وعلى الكل أن يكون متعقل في حكمه على فريقه وقدراته وإمكانياته.